انا باخد جرعة ال30,000 ومش بتجيب نتيجة. فهو هنا المربط هنا هو نسبة فيتامين د عندك كام؟ هل هي فوق ال20 ولا تحت ال20 ولا تحت ال10 أو ال5؟ ممكن تكون مثلا 2. فبناء على نسبة فيتامين د احنا بنحدد الجرعة، هل هي هتبقى يومية ولا شهرية ولا أسبوعية، والفترة اللي انت هتاخديها هتبقى مدة قد ايه. فهنا مهم جدا انت بتاخديها بقالك قد ايه، وبتاخديها كل اسبوع ولا كل يوم ولا كل شهر، هو اللي هيحدد هي الحقن بتجيب نتيجة ولا لا. فهو الطبيعي انك اول حاجة بنحلل فيتامين د، وبعد كده بناء على التحليل بنحدد الجرعة المناسبة ليه، سواء بقى هو يومية او شهرية او اسبوعية. وبعد شهرين او 3 بنحلل تاني فيتامين د ونشوف هو وصل لحد فين. هل هو فيتامين د وصل مثلا بقى كان 5 مثلا طلع ل10، ففي تحسن، بس ستيل العرض لسه موجود عندك، فمحتاجين نكمل على الجرعة فترة كمان عشان نطلع للرينج المطلوب فوق ال30 ولا ال50 كمان. فالموضوع هياخد وقت، والموضوع محتاج تحاليل ومتابعة مع دكتور. واحيانا ممكن تاخدي حتى ال50,000 وفجأة تبص بعد شهرين 3 نسبة فيتامين د اللي عندك ثابتة زي ما هي، مفيش فيها أي تجديد. فهنا المشكلة إما بتكون من صورة فيتامين د اللي أنت واخداه، لأن في الفيتامين د فيه أكتر من صورة كيميائية. في صور كيميائية بتبقى بتخش الصور اللي هي الطبيعية الموجودة بتخش بتتأكتف في الجسم، مرة في الكبد ومرة في الكلى، عشان تدينا الأكتف فورم من فيتامين د اللي الجسم بيستفاد منه. فهو أصلا ساعات بيبقى فيتامين د الجسم فيه مشكله ما بيأكتفش فيتامين د، فالفيتامين د مش بيشتغل. فهنا انت محتاجه تاخدي فيتامين د تركيز اللي هو الصيغه فورم زي الغان الفا اللي هي بالنقط. وهنا محتاجه متابعه دكتور، لان لو في نقطه زياده هتعمل لك مشاكل تانية. فهو الموضوع كله محتاج متابعه مع دكتور. وهي نسبه فيتامين د الموجوده عندك كام؟